بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا حبايبي؟ كويسين يا رب يكونوا بخير وهنا وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. ايه اخباركم يا احلى حبايب ليا في الدنيا؟ ايه رأيكم النهاردة؟ اكلة بسيطة وخفيفة والحمد لله كل حاجة موجودة في بيتنا وفي بيوتكم كلها. زي ما انتوا شايفين، عاد شفتوا ايه من الاول للاخر. رضا والحمد لله، الحمد لله حبايبي. النهاردة عادية رز معمر وبامية ني في ني، مش ايه عامله لها مسبكاها، لا، عايزين حاجات خفيفة. واصلا قالوا احنا نعمل شوربة، اعملوا شوربة و... ونايبنا وخلاص. قلت لا، قال لا، قلت لا طب معلش، رحت انا عملت كده. قال لا عاوزين، قال الشوربة وبس. قلنا ماشي، نسيبهم على راحتهم وانا نعمل اللي على راحتي. في اخبار حبيبتي اللي كتبالي على اللانش بوكس، وعتقول اللانش بوكس وانا مقصرة وانا وعتبكي ومراعية ربنا. حبيبتي الله يسعدك ويخليكي. اللانش بوكس ده اللي كل عاملة وعاملينه وزي تحدي، وكل شغال يتحدى. معليش، بس ان انت مزعلاكي العيال لما يجي يقولوا لك ولادك يا ماما واللي واخد شوكولاتة واللي واخد لانش بوكس كذا كذا. طب يا حبيبتي قولي الحمد لله، وانت هتقولي انا عشت الحمد لله. الحمد لله على رضا النفس، وانت نفسك كده راضية وايمانك قوي، فبس مش متحملة. طب ليه تبكي يا ماما وليه تبكي يا حبيبتي على موضوع اللانش بوكس؟ قول الحمد لله، الحمد لله. كل واحد ربنا اداه كد ايه قدرته وكد مستواه. صدقيني اللي حيا يجيب اللي فاتح بال50,000 واللي فاتح بال10,000 واللي فاتح، كل الناس ربنا مخليها، اللي كل واحد مخليه كد اللي معاه ماشي بيه أدوبة. أبو 100 كد أدوبة وعليه أقساط وغرقان غرق، وأبو 3 كد برد مديه كد قدرته. قول الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. بصي يا غالية، قول الحمد لله اللي هي مستورة معاكي ورايحة في حاجة، مش الله لا قدر، الله لا قدر، مش رايحة في مرض، مش رايحة في علاج. شوفوا العلاج المدمن ده الحاجات اللي ان شاء الله ربنا ما يوريها لنا ولا يوريها لكم يا حبايبي. قولوا الحمد لله، انا عارفاك حمداه وشكراه. وفي حاجة حبيبتي، انت شوفي نفسك، شوفي قدرتك ايه، وممكن انت كده حسبيها مع نفسك. انا من قدرتي ممكن انا الشهر ده ما نجيبش الحاجة دي، هنجيب شوكولاتات، هنجيب بسكوت بالشوكولاتة، ده ما فيهاش يعني عادي، ما في شيء، في شيء يعني عقيدة ومش تقيلة. يعني قصة حاجة هنجيبوا حاجة، مثلا ما نجيبش الشوكولاتة الشطفة الكبيرة دي ب75 ولا باللي نجيب الشوكولاتة اللي يكون ايه سعرها هادي. فحتى برضه هجبت لك يا حبيبة ماما كذا كذا، وهجبت كذا كذا وكده، تفرحي بها العيال. ودول عيال أطفال، لكن لو كان برضه يعني كبار ويعقلوا، صاحبيهم وقولوا كل واحد يا حبايبي حنجيبه، هديهم. بس كأم أنا حاسة بيكي. وفي حاجة حبيبتي، طيب اشتغلي، شوفي مصدر رزق ليكي، يعني فكري في مصدر رزق. لو متاح لك اتكلي على الله واشتغلي يا غالية، مفيش مشاكل. لو كان جوزك حيسمح يعني، شوفي اعملي شغل من البيت، فيش مشاكل.
ادخل في الجروبات وشوفي اعرضي ايه انت قدرتك تعمليه وحسني كده من دخلك. بس صدقيني اللي معاك حلو ونعمة ورضا. والله الحمد لله، انت حمداه وشكراه. بس ما تزعليش، قول الحمد لله اللي انا ما فيش مرض، يعني فيش مرض فيك ولا في عيالك ولا في جوزك. الله ما يسيبك شيء ولا مكروه عزيز وغالي. يعني ما تستاهلش انك تبكي وتزعل ده كله. لا، احنا هنجيبه الحاجة. هي بس نجيبه الحاجة السعرها هذا اللي على كدينا كده يعني. بس اني صدقيني يعني ربنا يعلم قطعتي، يعني ما نقولكش قلبي كده بقيت قطيع، زعلت عليكي. برد الدمعة غالية. وقول الحمد لله لما يعني برد الحمد لله. في شي علاج بالشهر؟ ما فيش. الحمد لله. تزعلش على الكلام ده. وانا انقول وكذا مرة قلت اللانش بوكس اللي هيعملوه ده ويحطوه، صدقيني ووحدة ده عاملين الناس ده كلها محتويات، والناس صدقوني عتغير من بعضها، عتتحدى بعضها. لو كل واحد حامد ربنا علي معاه كانت الدنيا تبقى بسيطة وأبسط من الكلام ده. لكن غيره تحدي. حد كل القنوات اللي هتعمله وابن حبيبه وتحط له في الحاجات اللي زايد على الزوم ده، صدقيني مش للعيل ده. هتحط البوكس ده وتعمل ده كله؟ لا، ده شغلها، ده المحتوى هنيها اللي هتقبض عليه فلوس. لكن الناس معنيتها اني عامله الحاجات دي صح العيال هيدوها ده كله تحدي. العيل عاوز والوحدة فيش حد احسن من عيلي. يا حبيبتي خلينا واقعيين. اللي عندك موجود، اللانشون، الجبنة، شوف الجبنة النوع اللي هو اللي هيحبه، شوف اللانشون، شوف يعني قدرتك، معنى أصح قدرتك. بطاطس مقلية، يعني وتروح في مدخل الأسبوع تحط حاجة معينة تغير عند كل يعني قدرتك. بدل ما نجيب الشوكولاتة الجامدة دي، أنا نجيب شوكولاتة صغيرة، حاجات على كد الإيد. لكن كل اللي هتشوفوه ده كله على النت وعلى ده كله حبايبي، كل ده محتوى. أنا أضرب الكلام ده عاملين محتوى ليهم عشان يشد الناس والمشاهدين. وده لا، خنشوف هتعمل بوكس ايه الابن، شوف هنعمله اللانش بوكس ايه، وهكذا. فده محتواها وده هتقبض عليه فلوس. فمعندوش انا مش ليكي دلقي، انا هتكلم على العام. ما فيش لازم يا حبيبتي تعاندي ورد فلان ولا وردش فلان ولا كذا كذا. هو العيل الصغير هيعرف ويفهم. حتى لما يلقى ده جايب جبنة، ده جايب لانشون، ده مش عارفة جايب ايه، ده جايب ايه والحاجات دي، فهو حيبص. فحتى هو حيقول أمه، يقولها يا ماما طب حطي لي كذا، يا ماما طب اعملي لي كذا، صاحبي عمل جايب النهارده كذا. لكن كل تحدي مع الناس المريضة والأمهات اللي صدقوني دي غيرة. ايه حيقولوا حالتها مرتاحة او حالتها مرتاحة؟ لا. طب ما في ناس برضه هتحط فول وطعمية وحاجات كتير. نروح نرمح أنا للحاجات التقيلة دي. ده محتوى، يعني الحاجات دي اللي نازلة على في اليوتيوب والفيس والكلام ده كله، نزله لي على الفيس، نزله لي على يعني على اليوتيوب. ده محتوى وهيقبضوا عليه. زي انا محتوايا ده اللي انا عامله برضه محتوايا وهنقبض عليه.
يا حبيبتي تزعليش، انت قلتي لا والله ما تزعل، قولي الحمد لله. الله ما يصيبك مرض في صحتك ولا في اولادك ولا في جوزك. فالحاجات دي لا ناخدوهاش على اعصابنا. وهاتي ست مثلا الشوكولاتات، في شوكولاتات صغيرة، في شوكولاتات مختلفة انواع، وهاتيلهم عسير عادي يا حبيبتي. تمام. ولا يزعل ولا اتكلمت فيها المواضيع دي والله كتير، بس هنعمله ايه؟ دي ايه؟ نقص وغيرة وحاجات. يلا الحمد لله. الحمد لله. وايه اخباركم انتوا؟ يا رب يكون بخير وصحة. صدقوني انا ما، لو يا حبيبتي والله ما عندي واتساب. الواتساب هنية فيش، مش متحمل او ممسوح من عندي اصلا، ما فيش. انا كان اتكلمنا في الواتساب وكل حد انا يعني يتكلم معايا عادي، يكتب لي انا تحت امركم. بس كان ممكن انا في الكلام يعني نقول يا رب ما ننسى حاجة. يعني انا والله ربنا يعلم بالناس دي كلها، الناس دي كلها ماشية زوال وخيال. الواحد شايفتكر، لكن لما حيكون كلام ورد واخد، الواحد في اللحظة هيكون طبعا فاكر ويرد وياخد ويرد وكده يعني. ربنا يصلح الحال يا رب، يا رب يصلح الحال، يا رب يصلح الحال ان شاء الله. كنا زمان نعمله لعيالنا الجبنة، اللي يقول عليه من عشية نعملوه. بس ان الحاجات الفجعة دي اللي حاصلة دي لا كانش في كده. والعيال يقول لي كمان لا اديني فلوس نجيب براحتي، نقول له خد براحتك عادي، هات براحتك. بس كانت الدنيا، لا الدنيا رخيصة، الدنيا رخيصة، كانت الدنيا رخيصة رخيصة. كانت الحياة برضه مش زي دلوقتي، كانش كده. وفي حاجة برضه يعني مفروض، بس دي متهيألي في المدارس الحكومية، أي في حاجات هيمنعوها المدرسين، يقولوا له خليك زي زمايلك، وهيجيبوا ولاياء الأمور. وفي حاجات هيكون العيل هيجيب حاجات مبالغ فيها، فيبعت الناس من ضمن يعني. أنا كانت بنتي يعني صغيرة ومعها تليفون، راح على طول أستاذ جاني وقال تفضلوا تعالوا عاوزينكم. راح أبوها قال لا تمسكوهاش تليفون، وهو التليفون أساسا مسكين مش مسكه، كان في شنطتها حطاه خايفة عليه وحطته في الشنطة، يعني ما استعملتاش. راح العيال قالوا لها ده تليفون مش تليفون. لا يقولوا عندنا لا، العيل ما يجيش بكد بالحاجة دي، عشان العيال الباقية، عشان العيال دي يعني. في عيل يكون رايح بحاجة حاجة تاني كده. لا مرة في عيل راح بوجبة كبيرة، طبعا لا منعوه، مدرسين بعتوا الأهله ومنعوه. ويا ريت كل مدرسة كده يبقى فيها حاجات يعني قد ايه، قد محتوى المدرسة كلها. يلا ونقول الحمد لله، الحمد لله. بس مفروض في حاجات يعني كمدرسين ومدرسات دي من عندهم في حاجات، بس في يعني وفي يقولوا لا نجيبوا الحاجة العادية اللي الناس كلها تقدر تجيبها، عشان ما يبقاش العيل ده يبص على ده، وده مش مقدرته وده مقدرته. ده يا ريت كلها تعمل زي كده، فكل حيلتزم بالوضع ده. دي الخلطة بتاعت الفراخ، بدل ما نحط الفلفل طبعا حطيت، انا قلت لكم البامية ني في ني هتبقى حلوة وخفيفة وجميلة وزي السكر. وألف هنا وشفا على قلوبكم،
ودي خلطة الفراخ اللي هنحطها كل مرة معاكم. طبعا أنا الموضوع ده من دلوقتي لما أنا شفت التعليقات، طبعا زعلانة على حبيبتي دي اللي بكت واللي الكل مش هتنام. لا يا حبيبتي، بس بصي عنديش دبس الرمان، فقطر بسيط من السكر، مش نص معلقة ولا يجيش ربع معلقة كده، بس عشان تبقى فيها ريحة الكرميلة. طبعا انا كل مرة مش هنحط طماطم، المرة دي حتى طماطم عشان في حاجات عندنا ناقصة، فدي هنخليها دي توازي دي، ودي تدي طعم حلو. يعني انا كده كده هنحط طماطم من فوق كده، انا المرة دي حشيها فيها كلها، والخلطة كلها قدامكم، كمون وكزبرة وفلفل وخلطة فراخ وزعتر كل بيت هيجيب الحاجات اللي عارفين هذه للطبيخ، حطوها للفراخ للحشو. هتخلي الأكل حلو طعمه زي السكر، وبألف هنا وشفا. لا النهاردة ما فيش شمس، والجو عندنا النهاردة صيف حتى. يعني أنا دلوقتي عارفين أن ننتج بالليل آخر الليل خالص خالص، وما طبعا الجو أنا فاتحة كل الشبابيك والبلكونات كلها عشان خاطر البيت تلج والشارع سخن، الجو دافي 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 زي الصيف، فنفتحها عشان خاطر الرطوبة دي تطلع، يبقى في تيار يخش ويطلع. طبعا نعمل رز المعمر دلوقتي. هنخلط طبعا بصلة، هنحطها فين؟ هنحطها تحت الفراخ، وهي قليلة نحشيها. ايه اخباركم؟ كويسين؟ الله يسعدكم يا رب. وصلنا لغاية هنا، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا على الكلام الحلو، شكرا على التعليقات، الله يجبر بخاطركم زي ما جبرين بخاطري وساعديني وبسطيني، أحلى حبايب ليا في الدنيا. كل كلام زي السكر، ومش كلمة وتعليق وخلاص كده، لا أنا هنشوف يعني معبرين على كل حاجة حلوة في الكلام الحلو. كلام كتير كاتبين كتير، وده شيء يسعدني أنا أكتر وأكتر وأكتر. يعني زي واخدين ومدين مع بعض. إن شاء الله يا رب يخليكم ليا. طبعا والله ربنا يعلم كلامي كله من القلب للقلب، وربنا يعلم. وكل عام وانتم بخير. يعني ما فيش ورق معايا، ما يعني محضراش كده، طالع الحمد لله صافي وما نقولكمش والله ربنا يعلم كل كلمة هنقولها من قلبي، ويكون يا ربي مني ربنا ليكم إن شاء الله، ربنا يقبل إن شاء الله يا رب. تمام، الحمد لله ورضا. حطوا فوق منها شوية سمنة شوية زيت اللي موجودة عندكم حطوه، وما شغلوه. بس ما تحطوا لهاش اي نقطة مية واصل، زي ما انتوا كده شايفين كله حينزل ما فيه ويستوي باللي فيه، حيستوي مني ويطيب مني برضي، حيبقى زي السكر وبألف هنا وشفا. طيب دي رايحة وين؟ نقولها انت ايه عاوزاه من هنا؟ انت رايحة وين؟ حايم علي جامد. طب وراي كده هي طابت واستوت وتمام تمام. حطيت شوية دي بس عشان تكمل سواها، ونغطي عليها ونسيبها. وانا لما برضه تاخد لها سبيكة عشان دي لسه حطها دلوقتي، وبعد كده نحطها في الفرن وبألف هنا وشفا.
لا شوية الملح زادت، رحت كبيت منها من فوق. طبعا انا معبرة الطواجن هنيتي كدي تاخد تمام، وناخذ يعني من معبرة لكوباية، الكوباية هتديني 3 طواجن. فانا دلوقتي طبعا فوق مفيش كوباية العبير دي. ليه العبير ده مش يعني قل ولا زيادة ولا بخل والكلام، لا، انا عشان خاطر لو زادت اللبن هيطفر، الرز هيزيد، هيطفر ايه، هيطفر اللبن او يطفر القشطة، يطفر السمنة اللي انتوا حاطينها، فكل ده هيتكب ينزل في ايه، في الفرن من تحت. فانا ادي العبير نعبر الحاجة عشان كذا، عشان الوضع كده يبقى. وهيطلع مفلفل وزي السكر. يا جماعة أنا المعمر بتاعنا أنا عامله ككل الناس اللي هتعمله، هنحطه قشطة من فوق، وهنحطه سمنة، وهنحطه ايه، هنحط اللبن، شوية اللبن مثلا عاوزة لها شوية شوربة، كبشة شوربة حطوها، ما عادي. لا لا، في وحدة كاتبة في التعليقات لا مش كده. طب ليه؟ ادخلوا على كل القنوات شوفوا ده زي اللي انا هنعمله ولا لا. لا ده يتنقع، لا الرز لازم تنقع يا حبيبتي، يا حبيبتي اعملي انت اللي هيتنقع، وانا نعمل اللي ايه اللي انا عامله كده تمام. انا هنعبر بالمعلقة كده تمام. ده كله يتحط ايه، العبار ده تمام التمام. عارفين هنحط اللبن هنحطه النص، هيتعبى بسم الله ما شاء الله ويبقى زي الفل تمام كده. سمنة زيت اللي عندكم حطوه، بس اهم شيء القشطة. انا نشتري لبن هاخد القشطة بتاعته، انا اشتري قشطة وهنحط هذا، بس مش زي لا تتاخد هنا توش اللبن. واللي عاوز يحط له زيت زيت عندكم نظيف حطوه عادي، ما فيش مشاكل. حركوه كده كله ايه يتغلف بيه عادي، ما تغلفش كده، هو حيشرب اللبن، حيشرب السمنة، حيشرب القشطة، بس القشطة بس هتخليه لي طعم تاني زي السكر. لا نشوف قديه كده عشان لو كان يبقاش فيه طاجن ناقص ونجي نكمله شربة. لا كده تمام التمام. ايوه كده زي الفل، بألف هنا وشفا. احلى عبار ليه لازم تحركوا كده، ليه تحركوا كده عشان يبقاش في، لما نجي نكب اللبن هيبقى اللبن هيعمل له بورة من وسطاني، او ممكن يكون في شقة يطلع فيها عالي وفي الشقة التاني هيبقى فيها ايه نازل شوية، فنعمل ايه لازم تحركوا الحركة دي. وبألف هنا وشفا والحمد لله ورضا. كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة صايمين وده كله وقت متأخر. الحمد لله الحمد لله رضا. أحلى بصوا ومفلفل وزي الفل والحمد لله. طب ده ولا ده الشوربة بس؟ قالوا لا صح.